أنا عمري ما كنت باخاف من الوجع، بس الوجع ده كان مختلف، كأن حد بينادي عليّا من جوايا وأنا مش فاهم. كل يوم كان بيعدّي عليّا وأنا مش أنا، تعب، نَفَس بيضيق، وإحساس إن في حاجة غلط. قُلت أروح أكشف يمكن أطمن، بس وأنا واقف قدّام باب العيادة قلبي كان بيخبط أسرع من أي حاجة حواليّا. الدكتور قال سرطان قولون. مرة واحدة حسيت إن الصفحة اتمسحت من حياتي فجأة، بس الدكتور ما سابنيش وقال لي احنا لحقناه بدري ولسه في حلول. الغريب إني حسيت براحة بعدها، يمكن عشان أخيرا فهمت اللي بيحصل جوايا. ودخلت مستشفى أندلسية لقيت فريق طبي واقف لي كأني بطل وهم مستنيين يساعدوه. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. ساعتها حسيت إني مش لوحدي. هنعمل تحاليل ومنظار. كنت خايف بس كل خطوة كانت بتقربني من النجاة، ويوم العملية فجأة كل حاجة بقت أهدى، كأن حد قفل صفحة كانت تقيلة قوي عليا. خرجت من أندلسية مش بس متعالج، خرجت وأنا فاهم إن الحياة تستاهل تتعيش لما تلاقي حد يحارب معاك.